هذه المسيرة. ها هم مناضلين ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل جاهزين كلهم بجميع فئاتهم من أجل المشاركة في هذه المسيرة، مسيرة الكرامة، مرورا بعمل الناظور في اتجاه ناظور سريال، الشركة التي ما فتحت تتم الإجهاز على الحريات النقابية. شكرا لكم. توافق تمشيو غادي نتبعوا الاخ الكاتب العام والاخ محمود اللي غادي يكون في المقدمه ديال المسيره.
اسمع مزيان واسمع مزيان وحلودني والاتحاد بالسيف عليه والاتحاد بالسيف عليه ويا حكار اسمع مزيان ويا حكار اسمع مزيان ويا حكار اسمع مزيان ويا حكار اسمع مزيان والعامل لا يوهم والعامل لا يوهم ويا حكار اسمع مزيان ويا حكار اسمع مزيان مزيان وحلودني العامل بالسيف عليه الوحدة والصمود والحقوق ستعود والحقوق ستعود والوحدة والصمود والحقوق ستعود في شاشات ستطول في شاشات ستطول في شاشات ستطول والمخزن هو المسعود والعامل هو المسعود في شاشات ستطول والعامل هو المسعود نشينا تصينا من أجلهم نناضينا من أجلنا توقيلوا من أجلهم نناضلون الفوسفات واليورو ولاد الشعب كيدوروا ولاد الشعب كيدوروا ولادي نهب الثروات والصيد البحري والفوسفات ولادي نهب الثروات والصيد البحري والفوسفات واحتجاجات ستطول والمخزن هو المسؤول واحتجاجات ستطول والعامل هو المسؤول اسمع مزيان اسمع مزيان والاتحاد لا يهان والاتحاد لا يهان والاتحاد لا يهان والاتحاد لا يهان وباليد اليد اليد باليد اليد اليد وباليد اليد اليد وباليد اليد اليد والاتحاد قوية
طلبناها اخ ربيع، طلبناها في العماله ديال النظر ما اخبارهمش كاع هذيك، ما عارفينهاش كاع باش تعرف التخبط اللي كتعرفها السلطات الاقليميه في النظر، ما عارفينش كاع هذا الشيء، وطالبناهم وقريناهم ها شنو كاين، وراه دارت في الحسيمات دارت جمعه الاقاليم قال لك حنا ما عارفينش، باش تعرفي على انه حنا سبحان الله العظيم اقليم مبلي بادارات ما عارفه والو، كيجيو 4 سنين كيمشيو كيرجعوا يروحوا. تحيه نضاليه بالنسبه للاخوان بركان، الا شي واحد بغى يدير شي تدخل، الا ما كاينش غادي نعطيو الكلمه السي ربيع باش اخ المكتب ديال الدروسيليات نحييهم كامل على الصمود ديالهم اللي ما كانش فيهم حرقه نضاليه، لو كان تسلموا حتى هما غيمشيو في الظلام يمشيو يروحوا ويكمدوها ويسكتوا، ولكن النضال كيجري في الدم ديالهم وابوا الا ان يتحداو هذه الخطرسه وهذا الظلم، وراهم واقفين هنايا وما غاديش يستسلموا وما غاديش يستسلموا كاملين حتى نحققوا جميع المطالب ديالنا. وتحيه نضاليه. السلام عليكم الاخوان والاخوات، صراحه نشكركم قلب صافي كمعتصم بشركه ناظور سيريال وكذلك نائب كاتب عام ديال نقابه عمال ناظور سيريال. اليوم 40 يوم من الاعتصام، وكما قالوا الاخوان احنا مستمرين على العهد الى ما لا نهايه. ان الافتخار والاعتزاز ديالنا الانتماء ديالنا لاتحاد على نقابه الناظور، وكذلك حنا معاكم ومصامدين على العهد وباقيين على العهد الى لا نهايه. كنشكروا الاخوان اللي جاونا مدينه وجده، الاخوان اللي جاونا بركان، وكذلك الاخوان في دريواش، الاخوات والاخوان كل من ساهم من قريب او بعيد، وحنا على العهد. وحنا كنقولوا لهذا الباترون اللي في موتاغستريس والسلطات المحليه كذلك حنا غادي نبقاو هنا، واخا ان جاتنا تهديدات، واخا ان قالوا لنا يا اما تديو داك 2 دورو ديالكم ولا انهم يكذبوا عليكم هذاك المعتصم اللي حنا كنعيشوا فيه في العراء وفي البرد. حنا غير كنقول لهم ما حد حنا تحت لواء ديال الاتحاد المغربي للشرب، وكذلك مع الاخوان اللي كنتشرفوا بالانتماء ديالنا لهم. حنا باقيين على العهد وما غاديش نخونوا، وغادي نستمروا في النضال. ضربنا 40 يوم واخا يجي حتى عام، حنا مستمرين في ذاك المكان. ونقول لهذا الباطون ما كانش المساومه وما غاديش نتساوموا معاهم حتى يطيحوا للارض، لا هما ولا السلطات اللي ما بغاتش تتفاعل مع البرنامج ديالنا والبرنامج ديال الاخوان اللي كاينين كاع في القطاعات. وكاين حنا باقيين على العهد ومستمرين على العهد. ونشكروا الاخوان مره اخرى كل من ساهم من قريب او بعيد. عاش الاتحاد، عاش الطبقه العامله، وشكرا. وصلنا للنهايه ديال هذا الشكل النضالي. غير واحد النداء للاخوان اللي مسؤولين على اللوجيستيك، اللافتات الاخوان من غادي نكملوا غادي نسلموهم للمقرنين لهم غادي جوج كيلو من داكشي اللي كان ديال الاتحاد المغربي للشغل. اذا شدوا هذا التنظيم ديال الاتحاد المغربي للشغل وحميوه بتفاركم ويعني بسنانكم، لان هذا الاتحاد المغربي للشغل هو اللي قاد وكيدير نوع من التوازن وكيرجع الكرامه للعمال والعاملات اللي كيبقاو محترمين، ما غاديش ما كيحقرهم حتى شي واحد. والدليل هو ان سيده واحده طردت وحنا منوضين عليها القيامه، والاخوان ديالنا طردوا ومنوضين عليهم القيامه، ودرنا اعتصامات لمده اكثر من 40 يوم في سوس، ودرناها في المندوبيه ديال الصحه، والاخوان في وجده داروا في اعتصامات بطوليه ومحطات بطوليه. اذا شدوا مزيان الاتحاد المغربي للشغل وحاولوا عليه وحاولوا تقويوه. حنا ما عندنا لا نقا ولا جمال في شي مصلحه او شي حاجه اخرى من غير النظام يعني الجاد والمسؤول. اذا من اجلنا طردوا، ومن اجلنا طردوا، من اجلهم نناضلوا، ومن اجلنا طردوا. اذا الاخوان كان متصلين هنا مده 39 يوم، كنحييهم كنطلب منكم تسكتوا عليهم. كنطلب منكم كذلك تسكتوا على الاخوان الاتحادات المحليه الحاضره معنا بحراره. نزيدكم واحد الحاجه، هو غادي نشوفوا مع الاخوان المتابعون ديال الاتحادات المحليه اننا نديروا شي اجتماع ونفكروا في شي خطوه مشتركه. انا كنت باغي نقترح على الاخوان ديالنا اننا نسدوا هذه النقابات، ليس للبيشان
ويديروا داك الشيء اللي بغاو ويطحنوا كل شيء. عاد حنا نفتحوا النقابه ونقول لهم الا كان عندكم شي تصويره جيو تصوروا معاكم، غنديروا شي بيان نقول لهم بدي حنا في الجهه الشرقيه صافي ما بغيتوش ديروا العمل النقابي، ما بغيتوا تجلسوا معنا ديروا لجنه حوار، لا ديروا كذا، صافي ديروا داك الشيء اللي بغيتوا، خليونا حنايا نمشيو نجلسوا داك الشيء اللي بغاو، او لا نمشيو صافي ما بقاوش كاع حنا هذا العمل النقابي. اذا واخا هكذاك يبقى فينا امل، والامل دائما ملي كتشوف هاد المناظرين والمناظرات كيبقى قائم. كنحييكم واستسمعكم لهذه الاطاله، وتسمح المسير كذلك، وتحيه لكم. وتحية نظامية تحية نظامية القيادة المحلية. رفيق ربيع الحلقه ديالو، وانا بالعكس كنقول ما نديروا لهم مسمار حنايا، ما كاين لا تراجع لا استسلام، اللي عليه إلى الأمل إلى الأمل. واحد الكلمه مقتضبه. عندنا دقيقه الاخ عبد الرزاق طلبني باش ندير الكلمه اللي هو في الحقيقه نحييه، رجل الميدان اللي رجل المعتصمين كنشكروه بزاف الحقيقه، باش تعرفوا لينا وحنا اللي قريب منه. عبد الرزاق يا رفيق، عبد الرزاق يا رفيق، عبد الرزاق يا رفيق، عبد الرزاق يا رفيق. ونحتاج واحد من الاخ الاخوان المعتصمين المكتب ديالنا دوسيريا بكل اختصار وصافي باش الاخوان ما شدوا. والصمود للشرفاء والشريفات الحاضرون والحاضرات. تحية للإخوان في الاتحادات المحلية في كل من مدينتي دريوش وجدة على الحضور، وكذلك بكان كنحيوا العالية وكنحيوا الإخوان ديال الشيبة العاملة ديال مدينة وجدة. أنا لا أطيل في الكلمة ديالي لأن اللي خصو يتقال قالوا الإخوان، ولكن نتساءل ونعيد التساؤل على الدور ديال السلطه الاقليميه في اقليم النظر. نتساءل على الدور ديال هذه السلطه الاقليميه اللي كيسها الامين. شنو الدور ديال هذه الاقليم؟ واش حنايا كنقابه الاتحاد المغربي للشغل واش مفروض ناخذوا ستروميك في الطبيب ولا نحسوا على تطبيق القانون؟ لان وجدنا انفسنا في الاتحاد المغربي للشغل في النظور في قطاع المرور وباقي قطاعات الاتحاد المغربي للشغل اننا نحرص على تطبيق القانون اكثر ما اننا نضامن على تحقيق خليفه مثل بها القطاعات النقابيه. السلطات مغيبه فقط نراها في الصور في الصفحات والمواقع الاعلاميه. في كاين هذه السلطه الاقليميه كتفرض على عامله نظافه مطروده ومعتصمه لازيد من 19 يوم امام مديريه الناظور. والاخوان في العراق معتصمين اكثر من 40 يوم. هذا السيد هذا الباترون المتوحش قالها بصريح العباره وبحضور السلطه الاقليميه. الناس والنقابه ما بغيتش النقابه والسلطه في خبرها، ولكن ساكته عن ذلك ويتساءل عن هذا الصلب الذي تتبعه السلطه الاقليميه في الناظور. ما هو الدور ديالها اذا ما كانش انه تحل هذه النزاعات الجماعيه العالقه؟ لا، في المعتصمات دابا كاين جوج معتصمات وكاين الاخوان السوق ديال بليصه اللي كيحتجوا اسبوعيا، ولكن لا حياه لمن تنادي. حنا في الاتحاد المغربي للشغل حنا هالهم المسؤولين في اجتماعات المسؤوله. حنا عندنا جوج لافتات غادي نجيبوهم، هذا الرايات كنجيبوهم من الدار البيضاء ب 70 100 درهم. عندنا واحد اللافته دائما ومعتصمون ومستمرون. غادي ندير لها حتى واحد غادي يخوفونا باي حاجه. حنايا المعتصم جاب 40 يوم مستعدين 80 يوم وختامين 20 يوم مستعدين ل 41 يوم اخرى ولا 20 يوم كان اخر. والمفروض السلطه الاقليميه انها تدير حل وانها تسير اليه الوساطه واليه الحوار الاجتماعي. خصها بحث المصالح الدال لما دات هذه اليه الحوار الاجتماعي لما دات مؤخرا قيل انها فعلت ولكن على مستوى البشويات. واش الطبقه العامله اللي كتفرج هنا وكنا هضرنا على فتح ماي مانيش قادر احني ودانا فين بغاو يمشي؟ واش كتجريو عليهم بالعلالي كما قالوا الاخوان؟ واش بغيتهم يحرقوه؟ واش بغيتهم يجمعوا 11 مليون باش يمشيو في البانطو؟ واش هذه هي السياسه الاجتماعيه؟ هذه دولة العداله الاجتماعيه، دولة حقوق القانون. قانون ثاني قانون لا بحالي تحتانو ولا بحالي تحتانو هل قدر الريفيين
كنحيي الاخوه والاخوات ديالنا الرفاق ديالنا في جميع الاتحادات المحليه الجهه الشرقيه، وعلى راسهم الاخوان اللي جاونا ديال كوشده، والاخوان اللي جاونا من اقليم دريوش، والاخوان اللي جاونا من باقي الاقاليم ديال الجهه الشرقيه. كنحيي كذلك كل المكاتب النقابيه وفروع الجامعات والتنظيمات الموازيه، وكذلك ممثلي بعض جمعيات المجتمع المدني الصديقه. هذا البرنامج النضالي اللي صدروا الاتحاد الاقليمي نقابه الناظور كان ومنذ مده بشكل تدرجي، بشكل تراسلي في البدايه ديالو. كنا على امل اننا نلقاو اذان صاغيه من الجهات المسؤوله، ولكن تابع الاحتقار ديال التنظيمات النقابيه وتابع التعالي ديال بعض المسؤولين وعدم قدرتهم على تقييم يعني التوتر الاجتماعي اللي كيتسبوا فيه. الاتحاد المغربي للشغل لم يسكت ابدا للظلم ولن يسكت ابدا للظلم، وهذا النضال اللي كنديروه ليس من منطلق مصلحه ولا من بحوافز ماديه، وبالتالي الوقود ديالو هو الايمان ديالنا بالقضايا ديال الطبقه العامله، كنديروا هذا الشيء لله لوجه الله. وبالتالي اللي كان عنده المقصد ديالو والمبتغى ديالو نبيل ما يمكنش يجي شي مسؤول يعتقد انه غيحبطنا او غنعياو من هذا النضال. ما يمكنش انت دير معتصم 20 يوم ومجموعه ديال الوقفات باش ترد السيده مطروده ومعتصمه امام مديريه التعليم منذ اكثر من 20 يوم. امراه يعطيو لها 1800 درهم لا تعتصم 20 يوم. بالله عليكم واش هذه المؤسسات الدوله ما عندهمش الامكانيات باش يحلوا هذا الاشكال في رمشه عين؟ باش دير تمشي تخدم شهرين 3 شهور وما كتخلصش، وخصك دير 3 الوقفات ودير اعتصام وربما اشياء اخرى غير باش تخلص الاجر مقابل العمل. وانت الا درتي غير نهار ديال الاضراب كيحيدوا لك قضيه، كيحيدوا لك هذاك النهار يقول لك الاجر مقابل العمل. ما يمكنش نستمروا بهذا الاقليم ولا في الاقاليم ديال الجهه الشرقيه برمتها، لاننا حنا كنتابعوا الاخوان ديالنا المعارك اللي كيديروها على مستوى وجده وعلى مستوى باقي الاقاليم، وكنشوفوا باللي انه السلوك العدائي تجاه العمل النقابي هو واحد. ما عرفناش واش هادو كيعتبروا العمل النقابي يعني عمل غير مشروع ولكن غير مخبعين هذا الشيء، يعني بحال تكون نقابي ولكن ما خصكش تناضل. اجي الا كانت شي مناسبه جيت تصور في العماله وتاكل شويه الحلويات ويقولوا عليك باللي انه حضاره الجمعيات والنقابات والمجتمع السياسي الى اخره وما يديروش شهادتهم. ما عرفناش بالضبط واش كسال من هاد المسؤولين لانهم ما يقدروش يحلوا هاد الاشكالات اللي كاينه الشغليه على مستوى عالم الشغل. لانه الا جيتي مثلا للقطاع المناوله غتلقى كلشي مطحون، طاحنين لهم في الصالير، طاحنين لهم في الاعياد الوطنيه والدينيه، طاحنين لهم في عدد ساعات العمل، طاحنين لهم في الكرامه. اللهم الاتحاد المغربي للشغل هو اللي لا زال يقاوم ويناضل يعني في هذا القطاع. كتلقى مشكل ديال سوق بني نصار 24 سنه كيمارسوا التجاره ديالهم في السوق وكيخلصوا الاتاوات وكيخلصوا ديك الذعائر عندهم سوق، وكان في البلان كاع في الكونداميناج وكان سوق الى اخره، وتندارت مسطره ديال نزع الملكيه لانشاء السوق بين ليله وضحاها. قالوا لهم لا سوق ولا بديل، وهما كيناضلوا في منطقه حدوديه ومع اغلاق المعابر. ما فتحتوا المعابر الناس تمعش، ما درتوا بدائل، ما خليتوا الناس دير التجاره، ما خليتوا الناس دير الباش، ما خليتوا حتى شي حاجه. واحد الهجمه بطريقه غير مفهومه، وكاننا حنا الطبقه العامله والتجار والمهنيين اعداء ديال هاد المسؤولين. لهذه الدرجه حنا في الاجتماعات ديالنا كنحاولوا نفهموا هذا السلوك العدائي ديال هاد المسؤولين، ما قدرناش نفهموه اذا اخذنا بعين الاعتبار ان الاتحاد المغربي للشغل هو مؤسسه نقابيه وطنيه مسؤوله حريصه على السلم الاجتماعي، تحترم الثوابت الوطنيه، تحترم القوانين، تحترم دستور المملكه المغربيه، ولكن
تعامل بهذا الجفاء من قبل بعض المسؤولين، يعني الغير المسؤولين، امر غريب ومحير في الاقليم. الاخوان الاخوات، وصلنا لواحد النتيجه اخيره في هذا السياق، وهو انه كيقول لك سيدي واش نتوما انبياء العصر الحديث، وخليو الناس يسبوهم، خليوهم يطردوهم، خليوهم ياكلوهم، خلينا نزبطوا بالعصا التجار، خلينا نهرسوا هاد الفئات. نتوما مالكم؟ نتوما كاع المغرب ساكتين وانتوما في هاد الناظور وفي هاد وجده وفي هاد المناطق نتوما كتنوضوا تحيحوا علينا وتناظروا علينا. شكون نتوما كاع؟ واش انبياء؟ واش هادي؟ سيروا شوفوا شي حاجه تهزوها تاكلوها وسيروا بحالتهم. هذا هو الخطاب ديالهم وداك الشيء اللي بغاو. ولكن مادام كاين بعض المناضلين الشرفاء اللي خداو على عاتقهم هذا الهم ديال النضال اللي هو بليا، وبغاو يعيونا، يعني يسدوا هاد البيبان باش نديروا هاد الوقفه، نديروا قافله ما يشوفوا فينا كما قال السي جواد. حنا تنظيم مسؤول، ولكن نقراوي راه الاخوان ديالكم في بدايه الخمسينات رفعوا السلاح ضد المستعمر. حنا الحمد لله في بلاد الحق والقانون إذا الإخوان باش نختم، باش ما نكثرش عليكم في هذا الشمس اللي كنحييكم بحرارة على المجيء ديالكم والصمود ديالكم، هذه رسالة. لو كان هاد المسؤولين فيهم النفس على هذه البلاد، المناضلين المناضلات، جميع الحناجر التي سطعت اليوم احتجاجا على الظلم اللي كيوقع في الحقيقه في جميع وحدات الانتاج في اقليم الناظور، وبالخصوص في هذه الوحده اللي كانت تواجه قبلتها. تحيه نضاليه لجميع الاطارات اللي عاش الاتحاد ديالها الله مشروط مع الاخوان، مع المظلومين، مع جميع ضحايا هذه السياسه اللي كتنهجها الباترونه في الاقليم ديال الناظور. باش نختصر على الاخوان، غادي نكلفوني الاخوان باش نسير هذا الوقفه احتجاجي وهذه المسيره. غادي نوزع مجموعه ديال التدخلات ديال هذا عناء السفر من اجل مشاركتنا بحسن النضال. وتحية نضالية، تحية نضالية، تحية نضالية، تحية نضالية، تحية نضالية، تحية نضالية، وتحية نضالية. بين قوسين باش ندير مجموعة ديال الإخوان في الصورة كما كتعرفوا على أنه معركة ناظور سيليام معركة دابا وصلت لواحد الحدود اللي حنا في الحقيقة سيرنا مجموعة من المعارك النضالية. إلا هاد المعركة ديال هاد الشركة هادي مازال ما فهمناهاش، والغريب في العالم كيدير وكيخلي عنا نرفعوا واحد علامة استفهام كبير باش نعرفوا اليوم نحن كنقابة مع من كنتواجهوا. واش كنتواجهوا على واحد الباترون اللي كيتحدى القوانين في هاد المغرب في هاد الدولة، ولا كنتواجهوا مع الصمت المورد ديال السلطات الإقليمية اللي خصها تدخل باش تفرض القانون؟ لأننا حنا كإطار نقابي بإقليم الناظور نطالب فقط
الشغل نطالب فقط بتطبيق القانون من داخل هذه الوحدة الإنتاجية وجميع الوحدات الإنتاجية اللي كانت في الإقليم. لا نطالب بشي حاجة أكثر من القانون، نطالب بتطبيق القانون. واليوم السلطات الإقليمية في إقليم الناظور تتحمل مسؤولية في عدم تطبيق القانون، لأن كما كتعرفوا على أنه الطبقة العاملة في العالم كامل هي اللي هز الاقتصاد في أي دولة. بدون طبقة عاملة في العالم كامل ما كاينش شي حاجة سميتها الاقتصاد. العامل ولا المستخدم ولا الشركات الصغرى هي اللي هز الاقتصاد في هذا المغرب في العالم كامل. بينما هاد الناس كيجمعوا الفلوس وكيطحنوا العامل، كيجمعوا الفلوس وكيطحنوا المستخدمين، ما كيتبغوش. انا واحد السؤال غادي نطرحه للاخوان كامل. دابا الشركه كتدخل الملايين وكيستافدوا من الريع، كيستافدوا من الرخص غير قانونيه. نهار يوصلوا عند العامل يعطيوه السميك ديالو كيحاولوا ما يمكن هذيك العامل يتحلوه. ما كاينش ديكلاراسيون سينيسيس، ما كاينش السلامه ديال العمال، ما كاينش تطبيق القانون، ما كاينش السميك، ما كاينش حتى حاجه ما كاين. رغم انه حنا كنعرفوا بالله انه هاد الوحدات كيدخلوا الملايين عندهم مداخيل اللي حنايا ما كنعرفوهاش، ما كاينش ديكلاراسيون، تهرب ضريبي، الغش، السلامه الصحيه، حتى حاجه ما كاين، حتى حاجه ما كاينه. والسلطات كتعرف كلشي، تقارير كيتقدموا ليها، كلشي كيعرفوه، تقارير من الضرائب، تقارير مفتشين السينيسيس، تقارير من اللوصات، تقارير كلشي كيمشي ليهم. بينما السلطات الاقليميه كتفرج. شنو باغيه ما نعرف، الله اعلم. انا الشباب ديال اقليم الناظور هاجروا كاملين، كلشي هاجر. انا غادي تجي واحد الناقه وحتى الموظفين المستخدمين يهاجروا، تمشي للاداره ما تلقاش اللي يخدم فيها. إلا نتوما كتدفعوا أنه حنا هاد الناس اللي بقاو هنا كيدفعونا نهاجروا قولوها لنا باش حتى حنا نجمعوا الحوايج ولا نمشيو. ما كاين ما يدار هنا، وباش حنا مواطنين أنا الإخوان خصكم تعرفوا على أنه اليوم في المغرب اللي كيقول لك 2030 أنا الدولة ديال السياحة، خصك تعرف أنه اليوم أنا فندق واحد في المغرب مصنف نهار كيدير 1900 درهم نهار. العامل اللي خدام في المغرب كيربح 1900 درهم. واحد كينعس في لوطيل ب 1900 درهم، عامل كيخدم 26 يوم 12 ساعة كيعطيو له 1900 درهم. ما مديكلاري، ما تقاعد، ما مستقبل، ما حتى حاجة. عطيو لنا اللوجيك، فين كاين اللوجيك هنا؟ واش كاين شي لوجيك في هاد الدولة هادي؟ ما كاينش اللوجيك. اللوجيك ما كاينش. دابا بغينا نعرفوا واش كاين شي مسؤول عنده العقل يفك هذا المشكل. رحمة كنطالبش ندخلوا معاه في الاسهم ديال هذا. اخوان، تحيه نضاليه، تحيه النضال، تحيه الصمود باسم الاتحاد المغربي للشغل بوجده. كنحييكم وكنحيي القياده بالناظور على هذا الموقف اللي خداوه وعلى هذه النضالات اللي خداوها. فالاتحاد المغربي للشغل متضامن مع الاخوان ديالنا في الناظور ومع الاخوان المطرودين، وحنا مساهمين في جميع النضالات والبرنامج النضالي اللي غادي يقوموا به الاخوان. فجوابا على التدخل تاع الاخ، السياسه الحكوميه مع هذه الحكومه اللي هي لا اجتماعيه، فهو الجواب هي حكومه الباترونه. فالغريب في الامر باش تحمي الحقوق، شكون اللي كيحمي الحقوق في المغرب؟ الحقوق تاع المستخدمين، الحقوق تاع العمال، كيحميو الباترونه، كيحميو خرق القانون في المغرب. فهذا المشكل ما كاينش في الناظور الاخ، كاين في وجده وكاين في المغرب كله. وكتعرفوا النضالات اللي كنقوموا بها في وجده، وهو الدفاع عن الحق. ندافعوا غير على القانون، ما كندافعوش على المطالب. فتحيه للاخوان
تحية نضالية. وإحنا بمدينة وجدة راه الإشارة كاتحاد محلي، راه الإشارة باش نساهموا في جميع المعارك وجميع النضالات التي برمجها الإخوان نتاوعنا في الاتحاد المحلي بالناظور. فتحية مجددة وتحية الصمود وتحية النضال وتحية نضالية، والنصر إن شاء الله لمن يطالب من أجل رفع القيود ورفع هذا الظلم على الإخوان تاوعنا المطرودين. تحية نضالية وشكرا. تحية المناضلين مناضلات إقليم وجدة، ونشكرهم جزيل الشكر على التحاقهم بهذا الشكل. نعطيو الكلمة للأخ سي جمال الكاتب الإقليمي ديال الدريوش. مشكور حتى هو عاوتاني. شكرا سي جواد بدوري. كنحيي الرفاق والرفيقات الاخوه والاخوات في الاتحاد الاقليمي لنقابات الناظور على هذه الخطوه التضامنيه المهمه، وكنحيي ايضا جميع اخواننا في الاتحاد المغربي للشغل المختلف، يعني قطاعات على مستوى جهه الشرق اللي حاضرين، ومؤكدين مره اخرى بان الاتحاد هو نقابيه تستمد الاسس ديالها من التضامن اساسا ومن الكفاح الميداني. طبعا ما احنا اليوم هنا ماشي باش نخطبوا ولا نهضروا بزاف، ولكن احنا هنا كاتحاد اقليمي لنقابات الدريوش لاعتبارين اساسيين. الاعتبار الاول هو اننا كنعتبروا بان ما يجري باقليم الناظور من هجوم شرس على الحريات النقابيه هو هجوم في نهايه المطاف على الاتحاد المغربي للشغل بشكل عام وعلى الطبقه العامله المغربيه. وكنعتبروا بان المساله ديال الحريات النقابيه ماشي شي حاجه ديال التفاوض اننا نجلسوا عليها ونهضروا ويعطيونا شويه وينقصوا لنا ولا يزيدونا. هذه مساله يفترض انها تحترم، لانه ما كنطالبوش يعني بمطالب جديده، كنطالبوا بتطبيق القانون. ياك ذاك القانون ماشي حنا اللي درناه، داروا هما عبر المؤسسات الرسميه ديالهم الى غير ذلك، وبالتالي حنا كنطالبوا منهم فقط يحترموا داك الشيء اللي داروا. المساله الثانيه كذلك حنا اليوم هنا باش نبرزوا التواطؤ المكشوف ديال السلطات الاقليميه مع الباترونه في الاقليم. ما كاينش شي تفسير اخر ديال هذا الصمت ديال السلطات الاقليميه من غير انها تواطأ مع الباترونه. وبالتالي ملي كنقولوا بلي راه الدوله ولا الحكومه ديال الباترونه، ها الواقع يؤكدوا الواقع الملموس ديال يعني الهجوم على الحريات وديال الصمت ديال السلطات الاقليميه. حنا اللي كنعرفوا هو انه كاين اليات رسميه ديال تدبير النزاعات في هذه الاليات. كاين اليات اللي نص عليها حتى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي اللي وقعت عليه الحكومه مع النقابات في السنه المنصرمه. فين راه هذا الحوار الاجتماعي؟ وبالتالي المساله ديال الاعتداء على الحريات النقابيه والطرد ديال العمال والعاملات وعلى راسهم الاخوان ديالنا اللي مازال معتصمين الى حد اليوم يعني في هذه الشركه ديال ناظور سوريال، كيأكد بشكل واضح وملموس بانه ما عندناش شي خيار اخر من غير اننا نصعدوا في الاختيارات ديالنا الاحتجاجيه. والاتحاد المغربي للشغل راكب ما يكفي من تجربه ومن الخبره ومن القدره على انه يحرك الشارع في الاقليم ديال الناظور بالشكل الذي سيفاجئ السلطات الاقليميه. ومن هذا المنطلق كنقولوا للسلطات الاقليميه، علاش انا كنوجه الخطاب ديالي للعامل ديال الاقليم والسلطات الاقليميه، لانه هو اللي مسؤول، يفترض انه يكون مسؤول على تطبيق القانون وحمايه القانون وحمايه الاطراف الاضعف في الاقليم ديال الناظور وفي مقدمه هذه الطبقه العامله. كنقولوا باننا في الاتحاد المغربي للشغل في اقليم الدريوش حاضرين اليوم ربما بشكل رمزي، ولكننا على اتم الاستعداد من اجل ان نرفع من
من مستوى ومنسوب المشاركه والتعبئه في المعارك النضاليه المقبله الى غايه من منسوب التعبئه والتصعيد الى جانب اخواننا واخواتنا في الاتحاد الاقليمي لنقابات الناظور الى غايه ارجاع اخواننا المطرودين والاستجابه للمطالب ديالهم، وكذلك المطالب جميع الاخوات والاخوان المنتسبين للاتحاد المغربي للشغل في مختلف القطاعات في الاقليم ديال الناظور. كنحييكم عاليا، كندعوكم الى المزيد من تشبث ثقافه التضامن، لان هي السلاح ديالنا الاساسي مواجهه هذا الوضع وهذه الغطرسه ديال الباترونه ومع الحكومه ديالها. شكرا جزيلا لكم.